ازيكم؟ تخصص الممارس العام ده تخصص مبهم جدا، يعني ملوش ملكه كده. تحس انك بدأت طريق وما تعرفش اخره ايه، يعني انت ماشي بنور الله وات سام بوينت بتدخل في ازمه وجوديه بقى، اللي هو يعني سألت نفسي كتير ما رستش يوم على بر. ويمكن اكتر سؤال مهم بالنسبه لي انا كخالد مثلا، اللي هو انا لو في يوم رجعت مصر انا ايه؟ يعني بيتهيألي التخصص الممارس العام ده لو اتعمل فيلم بالذات هنا في انجلترا يعني هيبقى فيلم اثاره وغموض. فتعالوا النهارده كده نروح نتكلم مع الدكتوره سلمى شكري، هي هنا في ثالث سنه في تخصص الجي بي وعلى وشك انها تخلص التدريب بتاعها، ونفهم منها بقى يعني ايه الكلام على ايه. احنا هنروح بقى يعني ايه نركب القطر دلوقتي ونروح لسلمى، وهو بالمره نفرجكم على الريف الانجليزي لو عرفنا يعني من جوه القطر. فيعني ابقوا معنا. القطارات في انجلترا على صعيد جانبي يعني من افضل وسائل المواصلات هنا، لكن يعيبها يعني حاجتين، او يعني هم ثلاث حاجات. اولا القطارات المسافات الطويله، اللي هو مثلا لو انت حاجز قطر من لندن لادنبرا مثلا هتدفع نفس السعر اللي بتدفعه لو انت راكب طياره. مثلا لو انت راكب طياره من لندن لادنبرا هيبقى سعر القطر نفس سعر الطياره. الحاجه الثانيه ان المواعيد بتاعتها انريلايبل شويه، يعني مثلا لو انت عايز تسافر بالليل مثلا عندك طياره الساعه 3 بالليل او 5 الصبح ممكن ما تلاقيش قطر. لو انت جاي من مكان من مدينه مثلا مش مدينه رئيسيه ممكن ما تلاقيش قطر. الحاجه الثالثه بقى هي السترايكس، يعني العمال هنا بتوع القطارات احيانا بيعملوا اضرابات عشان عايزين يزودوا مرتباتهم، فممكن يجي فتره في الشهر كده ما تلاقيش قطارات خالص. حلوه الزاويه دي يا دكتور. كويسة. مساء الخير. ان شاء الله مساء النور. شاي كشري وبتاع. ما توقعتش ده منك رغم انك من التجمع، يعني انك تعملي لي شاي مش بواكي، دي حاجه كنتش اتوقعها. بحاول اوفر بقى التايم. نشكرك على كرم الضيافه ده. مبسوطه يا سلمى في الجي بي؟ نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. الحمد لله. ما تتكسفيش قولي. لا والله مبسوطة بجد. انا عرفت الناس عليكي، بس يعني ممكن تعرفي نفسك برضو كبدايه عشان الناس تبقى عارفه احنا مستضيفين مين النهارده. اوكي، اسمي سلمى من جي بي اس سي 3. ان شاء الله كمان كام شهر سي سي تي which means ان انا هبقى consultant. That's basically it. الترجمه بقى ايه؟ ان سلمى في السنه الثالثه من التريننج بتاعها وخلاص، يعني هي على وشك ان هي تكون استشاري طب اسره او جي بي تريني جي بي كونسلتنت هنا في انجلترا. السيم بتاع الحلقه النهارده ان احنا حابين نعرف الناس اللي في مصر اللي عايزين يجوا تريننج اوكي. عن الجي بي تريننج، مميزاته وعيوبه، وايه التشالنجز اللي بتواجه الجي بي كتريننج هنا في انجلترا حاليا. فممكن نبدا بسؤال بسيط جدا زي ايه دور الجي بي تريني اصلا في الهيلث كير هنا في انجلترا؟ الجي بي تريني هو يعني احنا عندنا هنا في اليو كي مش زي مصر اللي هو لما حد يبقى تعبان يوم يدخل على اي تخصص هو عايزه right away. ماشي. لا، هو لازم يدخل عن طريقين، يا اما عن طريق الجي بي يا اما عن طريق الاني يعني. الطوارئ، تمام. فهو عن طريق الجي بي، هو الجي بي بيشتغل كأنه بطنة وأطفال وجراحة بس ما بيعملش عمليات بتاع كله يعني. بتاع كل حاجة بيسكلي يعني. فهو الجي بي الدكتور نفسه مسؤول عن الحاجات دي، يعني حد عنده مثلا السكر، حد عنده الضغط، هو اللي بيعالج الحاجات دي كلها. وانس ان هو وصل ليفل معين هو مش قادر يعالج العيان اكتر من مش كده قادر يمانج. وقتها بيحوله. طبعا اي جراحة بتتحول على طول، هو اصلا ما بيحولش يعني. الاطفال كلهم بيتعالجوا معظم الوقت في الجي بي. عشان برضو نبقى موضحين الفكره اكتر، هو بيديل مع اي كرونيك إلنس كفولو اب unless الشخص ده deteriorated محتاج يدخل المستشفى، محتاج يتعمل له ادميشن او كده. بالظبط، من الاخر يعني هو بيعالج كل حاجه لحد ما هو ما يبقى لازم يبقى فيه مستشفى. مشاكل برضو النساء كل ده هو بيعالجها. متابعه الحمل والكلام ده برضو بيتعمل في الجي بي. انه متابعه الحمل مع الميد وايف اللي هم يعني احنا كانوا في مصر مسمينهم الدايه. بس الحاجات بقى اللي هي التطعيمات ومتابعه الاطفال اللي هي التشيكس بتاعت الاطفال دي بتتعمل في الجي بي براكتس، بس مش الجي بي هو اللي بيعملها.
النيرسز هم اللي بيعملوها. وانا اللي حبيت احط السؤال ده في الاول ليه؟ لان احنا في مصر عندنا للاسف فكره مشوهه عن طبيب الاسره اللي هي مرتبطه بالوحده الصحيه. ايوه يعني اول ما حد ما يقول طبيب اسره دي بيجي في دماغنا دكتور عاطف اللي هو في مسلسل بالطو، عارفه اللي هو راح يستلم في طرشوخ الليف خض يا عيني. بقى والناس كلها جايه تصرف مسكنات ومضادات حيويه وخلاص على كده. فلا، هو الجي بي هنا يعني انفولفد اكتر من ان هو بس مجرد شخص بيصرف مسكنات او بيصرف حاجات للامراض البسيطه. لا، هو اكشلي هو اللي بيمانج اي حد عنده مرض معين لغايه ما يحصل حاجه تبقى خارج حدود الخبره بتاعته، فبالتالي يحوله على اخصائي. من وجهه نظرك بقى ايه مميزات وظيفه الجي بي بما ان انت اخترتيها؟ بص، هي اكبر ميزه يعني هو في ترو ميزه وفي ميزه فيك الناس كلها قاعده مطلعاها وهي مش حقيقيه. هي الميزه الحقيقيه ان هو السوشيال لايف بتاعت الجي بي حلو. هو بيشتغل من 9 ل 5، مش ضروري ان هو يشتغل كل ايام الاسبوع على حسب الكونتراكت، يعني ويكندز اوف، الاجازات اللي هي رسميه اوف. فهو دي الفلكسبيليتي بتاعت الجي بي دي احسن حاجه فيه. هو يعني كورك لايف بالانس تبقى كويس. بالانس هو احسن حاجه هنا في انجلترا على الاقل. الفيك بقى النيوز الناس كلها بتطلعوا ان الجي بيز بقى مليونيرات وبيعملوا فلوس كتير وكده. ده مش حقيقي، لان هي مرتبات الجي بي هي نفس مرتبات الكونسلتنت. الجي بيز بيعملوا فلوس بطريقه تانية بس مش كلهم. طلب بسيط، الميكروفون خلي وشه لفوق. ايوه الله يسترك. واعتقد ميزه تانية ان التريننج قصير. الميزه التانية ان التريننج قصير. هو اقصر تريننج في اليو كي، يعني 3 سنين بس، بعد كده على طول بتبقى كونسلتنت. ودي ممكن تبقى ميزه وعيب في نفس الوقت، ان انت 3 سنين بس وبيقوموا رامينك 3 سنين واللي هو ايه، يلا يلا انت استشاري. انا يا في ابني. مصر في مصر كان في كوميك معمول كده اللي هو واحد بيقول بيشوف عيان وهو نايب سينيور، متعود ان هو نايب سينيور ولسه مرقي اخصائي قريب، بيقول طب يا جماعه هنستنى الاخصائي. ما يا ابني ما انت الاخصائي خلاص. يعني لو بتحس ان هي تو سون، بس في نفس الوقت انت بتبقى كونسلتنت بعدها ما فيش 3 سنين يعني. طب انت شايفه ان 3 سنين فتره كافيه كاكسبيرينس؟ بصراحه لا، بس هي الميزه التانية ان انت يعني انت مش بتتعامل مع حاجات لايف اور ديث، فانت القرار اللي انت بتاخده ممكن عادي تكلم العيان بعدها بشويه تقول له مثلا انا اتناقشت مع دكاتره تانيين وهيحصل كذا كذا، او لو انت حاجه مش عارفها تقول له مثلا طب معلش انا ما اعرفش، انا هسال استشاري تاني وارجع ارد عليك. في فلكسبيليتي يعني في الموضوع لحد ما. طب ايه موضوع الجي بي ويز انترست؟ هل كل الناس بتحب ان هي تعمل حاجه زي كده او ان ده افيلابل للناس كلها؟ جي بي وذ سبيشال انترست في حاجات معينه انت ممكن تعملها، زي مثلا انت تبقى سب انترست في الاطفال، في الجلديه، في البطنه، الكلام ده. بس هو مش سهل زي ما الناس متخيله. ده اول حاجه، انت مش محتاج سبيشال انترست عشان تعمل فلوس اكتر مثلا. دي الناس كانت مفكره كده، بس دي مش حقيقي. انت بتشوف العيانين زيك زي غيرك، مش فارقه معاك السبيشال انترست بتاعك ايه. اللي بيفرق ان في ناس ساعات بقى بتروح تشتغل في المستشفى، في ناس بتاخدها عشان لو عايز ترجع مصر، لو عايزه تروح بلاد بره، فيبقى ان انت يعني اتراكتيف اكتر ان انت معاك حاجتين. يعني محتاج تسال نفسك انا هعملها ليه قبل ما تخوض في الموضوع ده، لان هي فلوسها كتير والوقت برضو. يعني هو يمكن اللي هو هم فعلا زي ما بيسموها جي بي ويز انترست، هو انترستد في الحاجه الفلانيه دي، فاللي هو لو انت مش انترستد فما فيش داعي انك تدفع فيها فلوس ومجهود يعني. بالظبط. سبيكينج اوف بقى انك هتروح في حته تانية او هترجع مصر، الجي بي تريني مستقبله عامل ازاي في بره انجلترا؟ يعني مثلا كندا، الخليج، لو هرجع مصر انا ايه؟ عارفه اللي هو الجي بي تحسيه تخصص ملوش ملكه كده، يعني في مستقبلي مش ملوش معالم قوي بره انجلترا. هو بص، احنا يعني هنتكلم في مصر الاول، كذا نوع الاودينس بتاعك معظمهم من مصر. تمام. فهو في مصر بصراحه ملوش قوي، عشان كده معظم الناس اللي بتفكر ترجع مصر بتعمل سبيشال انترست، اطفال بقى، بطنه، نساء، يعني يكون عشان على الاقل لما ترجع مصر يبقى اسمها ان هي عنده خبره في حاجه تانية. عنده خبره في حاجه تانية. ما فيش حاجه اسمها طب اسره قوي في مصر، يعني بادئه شويه. يعني في احنا عندنا دكاتره طب اسره شويه في التجمع. في الزمالات كانت اتعملت تخصص طب اسره وكانت افيلابل قوي. في الدفعه بتاعتي في الزماله كان تقريبا 40% من الاحتياجات طب اسره اجباري. يمكن في المستقبل يعني بشوف دلوقتي ان في ناس شويه بتفتح عيادات وتسمي نفسها دكتور طب اسره، دول اللي بيشوفوا الحالات البطنه والحالات الاطفال وكده. بس فور ناو هي بصراحه مش موجوده. ففكره ان انت تاخدها هنا على اساس ان انت هترجع مصر، فاي ثينك ان انت محتاج تعمل حاجه جنبها. طيب بعد 3 سنين من الجي بي تريننج ايه عيوب التخصص من وجهة نظرك، من البرسبكتيف بتاعك؟ هو في عيوب يعني للاسف هي كتيره شويه بالنسبه للجي بي. ممكن في ناس تشوفها ميزه، ممكن تشوفها عيب، بس هو اكبر عيب في الجي بي هو التايم. يعني دلوقتي انت محتاج تشوف العيان في 10 دقايق، ما عندكش غير 10 دقايق، والعيانين بوكت طول اليوم. يعني انت مثلا بتدخل تبص تلاقي ورا بعض محجوزين، مش اللي هو انت قاعد مش قاعد مستني حد يجي، لا هم دي بوكت طول فانت طول من 9 ل 5 انت طول الوقت بتشوف عيان ورا بعض. يعني انت عمال بتشوف ورا بعض. مثلا احنا عندنا هم بتقسم 2 سيشنز، المورنينج سيشن من 9 ل 11 او 12 على حسب البراكتس اللي انت فيه. ورا بعض بتشوف مثلا 15 عيان، بعدين بتبريك في النص عشان تعمل هوم فيزيت، يعني بتشوف العيانين بقى في بيتهم.
ونص ساعه كده لانش، وبعدين بترجع الافترنون كلينيك بتاعتك، بتشوف برضو 15 او 18 depends on واو. البراكتس اللي انت فيه. كتير قوي. كتير بالنسبه لهنا طبعا. في حد في مصر ممكن يسمع يقول لك يا عم احنا بنشوف 40 50 عيان في اليوم، احنا بس ما هي احنا it's different يعني it's different practices يعني. احنا كنا في عياده الجراحه في مصر، ايا كان العدد اللي هيجي العياده من 9 لغايه ما العيانين يخلصوا. أيوة يعني هي بالظبط. ملهاش ميعاد، ملهاش ميعاد عدد. نهايه. خلال الوقت ده ممكن نشوف 40 عيان. يعني هل 10 دقايق دول كفايه؟ لا بصراحه لا، هي حتى الجي بيز كلهم معترضين على الموضوع ده، لان هنا العيانين يعني فاهمين شويه هم جايين عشان ايه، فتلاقيه ساعات ممكن يتناقش معاك في الدايجنوز او يتناقش معاك في المانجمنت. ده غير بقى ان هو عنده كومبلكس باك جراوند، يعني مثلا واحد عنده القلب والسكر والضغط وهو جاي لك، فانت لازم تبص على الادويه بتاعته في مالتيبل ايشوز جوينج اون. يعني هي مش جاي لك بايشو يعني واحده. حوار بقى. احنا دايما واحنا بندرس الطب بنبقى متخيلين ان العيان بيجي بكومبلينت واحده، اللي هو جاي بباك بين مثلا، بس خلاص. بس لو هو العيان اكشولي بيجي لك يعني اللي هو ايه مليان بلاوي بقى، اللي هو ايه عالجني. يعني هي دي اكبر مشكله، بس ان 10 دقايق لو انت هتعمل proper يعني consultation مش كفايه خالص. مع الوقت بتتعود عليها، بس هو ده اللي يبقى انت في الشغل في ستريس اكبر من المستشفى. انا اشتغلت في مستشفى سنتين هنا في اليو كي، والجي بي هو سنتين. ايوه. فهي بصراحه الجي بي جوه الشغل اتس مور ستريسفul. انا في المستشفى انا شغال اورثوبيدكس دلوقتي. انا ممكن خلال الاون كول اللي هي 12 ساعه اشوف مثلا 5 6 عيانين، واللي هو يوم ما اقول ان النبطشيه زحمه ابقى شفت 10 عيانين، عملت منهم 4 ادميشن زياده كده. النبطشيه كانت زحمه جدا النهارده. بالظبط. ما تنساش ان انت في المستشفى انت you're a team، فانت مثلا الكونسلتنت معاك، الريجسترار معاك اللي هو الاستشاري، والاخصائي معاك. انت مشكله الجي بي الثانيه ان انت لوحدك خالص. ايوه. هي عيادتك مع نفسك، قراراتك هي بتاعتك وذاتس ات يعني. وبتتحمل عواقب بتتحمل مسؤوليتها لوحدك. فهي دي بس يعني المشكله الثانيه ان هي ايزوليتد. المشاكل بتاعه الجي بي اهون شويه من مشاكل المستشفى، لان زي ما قلنا قبل كده هو مش اكيوت، كلها مش جالك بيموت يعني، كلها نون اكيوت سيتنجز. المشاكل بتاعته بتعدي كتير يعني. ممكن تلاقي حد بيشتكي عليك كتير، بس بتلاقي ان هو في الاخر الدنيا بتعدي احسن من المستشفى يعني. ايوه. طيب speaking of مسؤوليه بتاعه الجي بي بياخد معظم قراراته لوحده، هل انت ممكن تنصحي حد ان هو يجي انجلترا على جي بي تريننج على طول؟ لان دلوقتي بقى سهل ان حد يجي على جي بي تريننج اكتر من انه يجي على نون تريننج جوب. بقى في كومبيتيشن رهيب جدا على نون تريننج جوب. فيقول لك طب ما خلاص انا هعمل امتحان الريكروتمنت الام اس ار اي واجي انجلترا على جي بي تريننج. هو بقى اسهل طريق دلوقتي فعلا. ناس كتير من زمايلي جايين على جي بي تريننج على طول. بصراحه هي ليها مميزاتها وعيوبها يعني. انا ما اقدرش اقول لا ما تجيش او تعالى، لان هو كل انسان الخبره بتاعته مختلفه. الفكره لو انت لسه متخرج هيبقى انت كده بتحط نفسك ستريس جامد، لان انت يعني معرفش الناس عارفه ولا لا، بس انت بتيجي هنا على ليفل حاجه اسمها اس تي 1 او سي تي 1. اس تي 1 او سي تي 1 في الاول في الاخر هو مش صغير، هو سينيور، مش استشاري ولا اخصائي، بس هو يعتبر هم بيعملوه هنا ان هو ده حد عنده معلومات كتير، عنده خبره. ما ينفعش يجي يسال بقى على الحاجات اللي هي البسيطه، وقتها يستغربوا ويحسوا ان ده لا احنا المفروض ننزلك يعني. انا يعني عندي مشكله ان هم هنا بيربطوا الكومبتنسي بتاعه الدكتور، ان هو هل الدكتور ده شاطر ولا لا، بقدرته على التعامل مع السيستم بتاعهم، مش بخبرته الطبيه على قد ما هو بيعرف يهندل نفسه ولا بيحتاج سبورت ولا لا. لو حد بيحتاج سبورت حتى لو في حاجه نون ميديكال اللي هو حاجه ريليتد للسيستم نفسه، بيعتبروه اللي هو لا انت مش كومبتنت انف. دي مشكله يعني، لان هو الموضوع ملوش علاقه بخبرتي كدكتور على قد ما هو له علاقه بان السيستم بتاعكم كومبليكيتد وجديد بالنسبه لي. فهي على حسب، انا يعني لو هنصح حد اقول له ده على حسب اولا خبرتك، ثانيا على حسب شخصيتك. يعني انت لو حد هادي مش بيتوتر you can get into any training من اول سنه تمام، جي بي بقى او غيره whatever اللي انت عايز تدخله. بس انت لو حد بيتوتر وحد اوريدي ما عندوش خبره كفايه، يبقى انت بتحط نفسك وبتحط العيانين في خطر ملوش لازمه يعني. لا تعالى نون تريني، لو ممكن يحصل لك مشاكل على اثرها ما تعرفش تكمل شغلك هنا يعني. بالظبط. بعد الشر يعني، ده الماكسيمم اللي ممكن يحصل لاي حد. ده الورست نايت مير بتاع اي دكتور على فكره انترناشونال بيجي في انجلترا، ان هو يحصل اي مشكله تخليه يخسر اللايسنس بتاعته وكل حاجه هو اشتغل وتعب عشانها عشان يجي هنا. اذا يعني لو انت عندك خبره كافيه وواثق من نفسك وهادي كده او بارد في التعامل، يبقى توكل على الله. انما لو فعلا، لان انا كنت اول ما جيت هنا كنت حاسس ان انا بغرق في شبر ميه والله العظيم. اول ما بدات السنه اللي فاتت كانت كل حاجه، رغم ان هي حاجات ممكن تبان عبيطه، ممكن اتوتر واغلط فيها بسبب ان انا كل حاجه جديده بالنسبه لي، كل حاجه حرفيا جديده. اترميت في مكان غريب عليا، سيستم جديد. فهي عامه هي فعلا الموضوع ان الدكتور يبقى هادي ولحد ما بارد هي ميزه مش عيب. صح. ان انت محتاج ان انت تبقى يعني عارف تتصرف في المواقف. فجاه ممكن يحصل معاك موقف انت تبقى اصغر دكتور بس في عيان بيموت ويقول لك يلا تعالى يلا
يلا تعامل. يلا تعالى يا ابني، يلا تعامل بقى انت، وكل بعد باصص لك عشان انت اللي هتحل المشكله يعني. نصايح عامه بقى لحد داخل خلاص، مثلا قبل في جي بي تريننج بوست وهيبدا في جي بي ترينيز، طبعا هيبداوا في شهر 8 اللي جاي ده. فيعني نصايح عامه كده لاي حد مثلا هيبدا جي بي تريننج قريب. generally I think ان انت بس لازم يبقى تحاول تقرا شويه، ما تجيش كده اللي هو ما فيش اي معلومات خالص. معظم الكيسز اللي انت بتقابلها في اليو كي هي نفسها اللي احنا عملناها في بلاب 2، فيعني راجع الكيسز دي. I think دي اول نصيحه. ثانيا خلي عندك بيز لاين للحاجات اللي يعني احنا كجي بيز مثلا في موقع اسمه CKS، موقع اسمه جي بي ابديت، ده اللي انت بتدخل عليه تلاقي جايد لاينز بتاعت كل موجودة. حاجه. طبعا ان جنرال مثلا في النايس جايد لاينز اللي هي بيبقى برضو عليها حاجات المستشفى. انا بستخدم بي ام جي بيست براكتس، بحسه ابلكيشن لطيف جدا. فده من الابلكيشنز اللي ممكن الناس تعتمد عليها اول ما يجي هنا، ان هو يشوف المانجمنت الجايد لاين بتاع الحالات اللي هو بيقابلها ويمانج. يعني لو هو مش لازم يبقى فاكر كل حاجه، بس اتليست لازم يبقى في عندك ايه بيز لاين كويسه، عشان انت بالظبط. بتتعامل مع حالات برود جدا في الجي بي يعني كتخصص. هي دي الفكره، ان انت بس يبقى الواحد عنده بيز لاين للنولج، لان انت ما ينفعش تبقى دلوقتي انت خلاص جي بي اس تي 1، ما ينفعش انا ابقى جي بي اس تي 1 واروح اقول لهم هو ايه علاج الضغط، ايه الفيرست لاين بتاع الهايبرتنشن. وقتها الدكاتره الكبار هيبصوا اللي هو ده جاي يعمل ايه. بس انا مثلا لو انا اتزنقت في اسئله، يعني مثلا انا عالجت الشخص فيرست لاين وسكند لاين وبعدين اتزنقت مش عارفه بقى هعمل ايه تاني خلاص، او عنده مثلا حاجات تانية فوق الهايبرتنشن، فانت بتاسك فور ادفايس، ده اكسبتبل هنا. ما تروحش مثلا للكونسلتنت من غير بلان، دي ماي ادفايس. يعني انا شفت العيان الفلاني وعنده كذا 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 وانا بفكر اعمل 1 2 3. الواحد 2 3 دول طلعوا غلط اوكي، بس المهم ان انت ما تبقاش رايح تقول انا شفت العيان الفلاني وانا مش عارف شفت العيان الفلاني هنعمل ايه. تشخيصه ايه. ف that's it يعني. دي مثلا كان knowledge في المستشفى. near in the hospital صاحب النيرسز زي مصر بالظبط، هم حبوك ايامك هتبقى حلوه، وما حبكش هتبقى ايامك مش حلوه خالص. دي نفس النصيحه دي موجوده في مصر، اعتقد يعني الناس عارفاها بالفعل. اي دكتور في العالم صاحب النيرسز. عارف ان النيرسات هم الايه، هم ايديه ورجليه في المستشفى يعني، او في الجي بي او في اي حته. طب موضوع العربيه ده هل هو اساسي في ان اي حد هياخد جي بي تريننج يبقى معاه عربيه من سنه اولى من التريننج بتاعه؟ بص هي it depends انت فين. انت لو في حته صغيره وفيها ترانسبورت كويس تمام you can manage. مشكله الجي بي ان انت اول ما تدخل كلينيك الجي بي بتعمل حاجه اسمها هوم فيزيتس. الهوم فيزيتس دي كل الناس بتعملها. ما ينفعش تقول اصل انا ما عنديش عربيه، اصل انا مش قادر. انا كان لسه ما جبتش عربيه في اول 3 سنين هنا في اليو كي، جبتها في لسه قريب. فانا كنت بعمل هوم فيزيتس مشي او بالباص مع، يعني حتى اقول لهم يا جماعه معيش عربيه، كانوا يودوني مثلا مشوار بتاع نص ساعه عشان اعمل هوم فيزيت وارجع، مع ان انا الحد الوحيد اللي ما كانش معاه عربيه. هما مش كونسيدرت في الحاجات دي. يعني حد تاني كان مثلا معاه عربيه يودوه مشوار 5 دقايق، وانا يودوني اللي هو نص ساعه. لو انتوا هتبداوا الجي بي كلينيك شوفوا انتوا قاعدين فين في اي بلد، وشوفوا الجي بي براكتس بتاعكم بيكفر ايه الاريا بتاعته. لو اريا صغيره وكل حاجه هتبقى ماشيه في مواصلات افيلابل. يعني انا كنت في كلينيك كنت بروح هوم فيزيتس مثلا الاسبوع اسبوعين مرتين، وكان واكبل، فكنت بعملها من غير عربيه. تمام. لما غيرت كان الموضوع اصعب شويه. الجي بي تريننج بيبداوا عشان برضو الناس تبقى اوير باللي احنا بنتكلم فيه، ممكن يبدا في مستشفى او ممكن يبدا في الجي بي، فعلى حسب انت هتبدا في ايه ده هيأثر بشكل كبير انت هتحتاج عربيه في الاول ولا لا. فلو حد هيبدا في جي بي تريننج زي ما بتقولي هيعمل هوم فيزيتس، فغالبا العربيه هتبقى بالنسبه له شيء يعني اساسي. او لو هو في مكان زي ما انت ما بتقولي بيكفر مساحه صغيره من الارض يبقى ممكن يستخدم المواصلات. يعني الصراحه انا شايف ان ايا كان انت بتشتغل ايه، العربيه هتبقى حاجه اساسيه في مرحله ما، مش لازم من الاول، بس العربيه في انجلترا شيء اساسي بشكل كبير يعني. تريحك جامد ده حقيقي. بس انت حد جاي لسه جاي وبتحاول لسه مثلا تكون نفسك او تبدا، ما تبقاش عايز تدبس نفسك في حاجه غاليه قسط عربيه بقى وتامين وبتاع. تست واترز يعني زي ما بيقولوا، اللي هو شوف الدنيا ماشيه. موضوع الانشورنس ده هنا بصراحه، يعني انا عارف ان احنا بنديفيت عن السبجكت، بس موضوع الانشورنس ده هنا انا بحسه سرقه علنيا. يعني ايه انا بستخدم عربيتي ورايح جاي بيها وكل سنه ادفع 1000 باوند او 1000 وشويه الانشورنس؟ 1000 دي ما بقتش صح اصلا اولموست 2000 مثلا بلس. والله العظيم اللي هو 2000 دي اصلا ثمن عربيه. بس to be fair برضو on the safe side لما يحصل اي حاجه هم بيكفر. صح. خبطت لك 3-4 عربيات غاليين ورا بعض مثلا لوحدك من غير انشورنس، ما ينفعش اصلا. بيتهيألي هو هنا اوبليجاتوري صح؟ كل الناس لازم يبقى معاها تامين. طيب حابه تضيفي اي حاجه عن الجي بي، بما اننا خرجنا عن الموضوع شويه، حابه تضيفي اي حاجه عن الجي بي تريننج للناس، ممكن معلومه مهمه هم محتاجينها قبل ما يبداوا كجي بي ترينيز هنا؟ بس خلي عندك certain kind of knowledge. ما تبقاش اللي قدامك ان انت متوتر. حتى لو انت متوتر، يعني احنا كلنا كنا متوترين اول ما جينا. اتوتر لجوه فعلا. لان انا كنت بحس ان انا sometimes انا مثلا حد هادي شويه بتوتر بس جوايا، فالناس بقى كانت تفكر ان انا ما شاء الله يعني المعلومات عندي خطيره
حصلتش بسبب ان انا ما فيش اي اكسبريشن واثق الخطى يمشي ملكا. بالظبط. لان في حد تاني ممكن يبقى عنده نولج اكتر مني وشايفين ان الشخص ده مش شاطر لمجرد ان هو باين عليه ان هو بيتوتر. اهم حاجه في اليو كي عامه اي حد جديد الدوكيومنتيشن. اكتب الدوكيومنتيشن كويس قوي. يعني كان السوبرفايزر دايما تقول لي انا كنت بحس ان هي بتأفور بس دي حقيقه. صح. اكتب الدوكيومنتيشن كانهم هياخدوك المحكمه بكره عشان اي حاجه تحصل، حتى لو اي حد حاول مثلا يتبلى عليك يقول ده ما عملش كذا، لا اكتب. يعني انت ما في كلام انت كاتبه موضح فيه انت ايه اللي حصل في لما شفت العيان، وبالدوكيومنت كل حاجه بتحصل في الكونسلتيشن. كل حاجه، حتى يعني دي حاجه احنا مش متعودين عليها مثلا في مصر. صح. بس حتى مش الكونسلتيشن. النيرس كلمتك وقالت لك شوف العيان بس انت بيزي. النيرس كلمتني وقالت لي ان انا اشوف العيان بس انا دلوقتي مشغول. لان ساعات النيرسز بتدخل تقول انا قلت للدكتور وهو ما ردش. ايوه انا قلت للدكتور وهو ما اهتمش، فلا انا اهتميت والبروف اهو. دي حاجه تحميك اكشولي. محتاج تعملها ان انت تبقى يعني كيرفل قوي في الدوكيومنتيشن بتاعتك. وعلى ذكر المشاكل اللي بتحصل، يعني الاندمنتي اعتقد يعني حاجه مهمه جدا ان اي حد هيبدا شغل هنا في انجلترا يعمل اندمنتي ده اللي هو حرفيا عشان برضو الناس تبقى عارفه يعني زي جهه بتمثل الدكتور قصاد اي مشاكل تحصل ما بينه وما بين العيانين او اي مشاكل صحيه ريليتد لعيان معين الدكتور ده شاف. فبالتالي لو الموضوع وصل لمحكمه او وصل للجي ام سي فالهيئه او الجهه اللي بتمثل الدكتور بيبقى اسمها الاندمنتي. في حاجه تانية اعتقد احنا غطينا كل حاجه يعني اتكلمنا عن كل حاجه. بس بيسكلي اعرف بس انت مطلوب منك ايه. يعني في ميتينجز بتتعمل في التريننج بالذات بيبقى عندك فند قرب 8000 استرليني ستادي بادجت. انت لو عايز اي كورسات اي حاجات مثلا تروح كونفرنس مش عارفه ايه هم بيغطوه. فاستغل الموضوع ده from day one لان هو هيفيدك especially مع السبيشال انترست. لو الحاجات معينه للسبيشال انترست انت عايز تعملها يعني اعرف حقوقك، هي دي اهم حاجه. وما تتكسفش ان انت تسال. يعني انا خلصت ما عادش عندي اسئله تانية يعني. وشاكرين جدا يا دكتوره سلمى والله انك عملتي معانا الميتنج اللطيف ده. يعني احنا بنقفل الحلقه على اسنانها هقوم امشي انما احنا مكملين اليوم مع بعض عادي جدا يعني. والله thank you for having me. يعني شكرا يا سلمى والله. يعني if you don't mind انا ممكن احط سوشيال ميديا هاندل بتاعك لو انت حابه الفيسبوك. نحط الفيسبوك بتاعك بحيث الناس ايه تيجي تسالك بس بصي على الاذرز بس عشان غالبا ما انا ما ببصش عشان كده بقول لك على انستجرام احسن. طب تمام خلاص. لسه فاتحه من كام يوم ولقيت الصراحه راح مسجز. ماشي خلاص انستجرام وهو كذلك. شكرا يا دكتوره سلمى وان شاء الله نشوفك في مرات تانية قادمه. ان شاء الله. يلا سلام عليكم.